مهرها كان كيس سكر، لكن ثمنه الحقيقي دفع عند النهر. يحكى أن رجلاً أراد الزواج من ابنة رجل تقي، فوافق الأب وجعل مهرها كيساً من السكر. تم الزواج وعاشا حياة بسيطة حتى مر عام ورزقا بطفل رضيع. اشتاقت الزوجة لزيارة أهلها، فخرجا معا في طريق طويل، وحين بلغا نهرا جاريا حمل الزوج طفله وترك زوجته خلفه، فتعثرت وسقطت في النهر، فاستغاثت به فقال ببرود: أنقذي نفسك، فما ثمنك إلا كيس سكر. إلا أن الله سبحانه أنقذها، وعادت إلى أبيها تحكي له ما حصل معها. فقال الأب لزوج ابنته: خذ طفلك ولا تعد إلينا إلا ومعك كيس من الذهب. وعندما قدم كيس الذهب لوالد زوجته، وافق الأب أن تعود ابنته إلى بيت زوجها. وفي طريق العودة أسرع الزوج وحمل زوجته ليعبر بها النهر، وقال: أنت غالية، فمهرك يقصم الظهر. وعندما سمع الأب ذلك ضحك وقال: عندما عاملناه بأصلنا خان، وعندما عاملناه بأصله صان.